ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نبدأ كده ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فضلا وليس امرا، ادعموا لنا الفيديو بلايك. تعالوا بقى نعمل روتين النهارده مع بعض. الروتين بتاعنا النهارده فيه مفاجآت حلوة قوي. النهارده يا جماعة كنت بدور في الفريزر كده، لقيت كيس من بقايا لحمة العيد، اخر حتة من بقية لحمة العيد كانت جاية لنا من الفرافرة من عند اختي. فقلت بقى عشان محمد ممكن يسافر بكرة ولا حاجة، اعلق عليها عشان يتغدى معانا بألف هنا يا رب وصحة وعافية كده، مطرح ما يسري يمري. حطيتها بقى تتشوح، وحطيت معاها بصلاية وطماطماية وشوية فلفل كده وشوية ورق لورا وحته كده من جوز الطيب. في ناس هتقولي جوز الطيب حرام ومش عارف ايه، انا ما كترتش يا جماعه، انا حطيت حته صغيره خالص وحبيتين حبهان وسبتها اتشوحت كويس. وبعد ما اتشوحت كده كنت عامله شاي وكان فيه ميه سخنه، زودتها بشويه ميه سخنه وسبتها بقى عشان تستوي على ما اخلص المطبخ. يعني قلت اعلق عليها، رغم ان الذبايح بتاعت العيد دي بتبقى من الاهالي، فبتبقى اهالينا شارية اضحيات، بتبقى شباب لسه، فبتبقى صغيرة ما بتغيبش في التسوية. بس انا قلت برضو ابني كان قام الصبح راح كفر الشيخ، كان في مشوار هو وخاله فطلع من غير فطار، فانا قلت اكيد هيرجع جعان، ادام معاه خاله مش هيعرف يدخل مطعم، لان طبعا هو لما بيبقى هو واصحابه او هو لوحده بيبقى اليوم معاهم طويل وبيتفسحوا براحتهم وبيلفوا براحتهم، يتغدوا يدخلوا كافيه، مش زي ما بيبقى مثلا هو وحد كبير. كان جنبنا حالة وفاة الله يرحمها يا رب ويوسع قبرها كده ويثبتها عند سؤال الملكين يا رب اللهم امين. كان في ست جارتنا متوفية النهاردة، وكان اخويا عايز يرجع بدري عشان يلحق الدفنة، كان راح يجيب النتيجة الأشعة بتاعت أمي يشوفها طلعت، كان ميعادها النهاردة. بس أنا سألته عشان الناس هتسألني تقولي الأشعة نتيجتها عملت ايه، مرحب لسه موريهاش للدكتور، أكيد هيوديها بكرة للدكتور. المهم يعني القصد يعني من الليلة دي كلها ان محمد كان طالع من غير فطار، فانا قلت اجهز الغدا بسرعة على ما اللحمة تستوي، اكون انا روقت المطبخ وروقت الشقة حواليها، يعني بدل ما اركن نفسي واقعد اغسل مواعين الاول واروق الحوض وبعدين اعلق على الاكل، لا انا اعلق على الاكل الاول عشان يستوي براحته، عشان الحاجة لو هو طب في اي وقت يرجع يلاقي الاكل جاهز. اللهم صل على سيدنا محمد كامل النور. خلوا بالكم يا جماعة اليومين دول حر وحر شديد جدا، والاطفال بتوعنا بيطلعوا يروحوا كل اولادنا دلوقتي بقوا بيروحوا دروس، فخلوا بالكم في الوقت الحر يا اما يكون عليهم شمسية او يكون عليهم كاب لو هم اولاد، او برنيطة لو هم بنات، يعني حاولوا على قد ما تقدروا تحافظوا عليهم، لان بصراحة موجة الحر ديت بتخلي العيال يجيلها برد ويجيلها، يعني انا عندي روفان بقالها كام يوم اهي عندها لوز وعندها سخونية، الله المستعان، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب اللهم امين ويشفي كل مريض. المفاجأة بقى والمشكلة بقى يا جماعة ان انا لقيت الموضوع ده كمان فوق عندي النهاردة فوق السطح، هتشوفوا كل حاجة لوحدكم دلوقتي، هتشوفوا الفيديو انا لما طلعت بالصدفة هتشوفوا انا لقيت ايه. كنت مصبنة اول امبارح، وكان المفروض ان الغسيل هيتلم امبارح، بس انا طبعا كنت بخبز انا واختي امبارح، وعلى ما خلصنا خبيز ما لحقتش اطلع المه، فقلت هلمه الصبح بدري. بس للاسف يا جماعه الصبح ده بيبقى الروتين بتاع البط والفراخ والارانب، فبيبقى اليوم بصراحه يعني الروتين اللي انا ماشيه كسلانه فيه ده ما كانش هو اول النهار يا جماعه، ده كان ده الروتين ده خلاص. كنا قبل صلاة الظهر بحاجات بسيطة، وكمان رحت على الزيت وقضيت الواجب مع جيراني ورجعت بقى قلت ألم الغسيل واعلق على الأكل واعمل الشغل بتاعنا. انت جايب في طباس صغيرة كده ليه؟ انت بترقصهم. انت عملت فيهم كده ليه؟ انا هاخد الشوربة الكبيرة عامة يعني، يا اختي هي باينة حمرا كده ليه؟ هي باينة حمرا كده ليه يا ابني؟ هي المفروض روفان حط انا ولا ها هي دي شوربه في ليمون. في ليمون. يلا عشان الاكل اتحط، قومي عشان تتغدى عشان الدرس.
هتتغدى ما تيجي من الدرس؟ طب قومي والاكل سخن يلا، انت ما فطرتيش. ندور في التلاجة، لو لقيت في التلاجة ليمون يبقى ليمون. البتاعة دي باينة حمرا قوي في الكاميرا كده، ليه مش حمرا كده؟ يبقى معادش. تعالوا يلا. ما شاء الله تبارك الله. اخر بقى. طبعا انا قلت له يا محمد انا هصلي الظهر بسرعه عشان انا ما عدتش قادره خالص، وانت اغرف لنا الاكل. راح غرف الشوربه في اطباق، طباسي شوربه صغيره زي ما انتم شايفينها كده، وجاي بقى يرقصهم لي على الصينيه. بس والله كتر خيره ويشكر، يعني عداه العيب وازح ان هو بيعمل معايا حاجه، ربنا يخليه ويفاديه. طول ما هو هنا في البيت الواحد حاسس براحه وحاسس بامان وحاسه بطمأنينة، وكأن الدنيا مليانه عليا. ساعه ما بيمشي بحس اني يتيمه وبحس اني وحيده وبحس ان ماليش حد، رغم اني جنب امي وجنب اخواتي ربنا يخليهم. بس الضنا يا جماعه حاجه تانية، ربنا ما يحرمني منه ابدا وبارك فيه ويفاديه في طريقه هو اللي زي، يا رب ويسر لهم حالهم ويرزقهم بولاد الحلال يا رب دايما في كل خطوه يخطوها، ابني ولادكم وجميع ولاد المسلمين يا رب اللهم امين. بحب اطبق الغسيل ساعه ما انزله على السطح على طول. لو بات عندي يوم، يعني انا لو مش فاضيه وحطيته بلاقي نفسي يقعد بدل اليوم كام يوم. وكمان بيتبهدل، لكن انا بحب اول ما اجيبه من على السطح اكون مفضيه نفسي، اكون روقت، اكون خلصت، واجي منزله الغسيل ومطبقاه كله وموديه كل غسيل واحد في دولابه. اكيد احس براحه واحس كاني بقى ولا صبنت ولا تعبت ولا اي حاجه. انما لو نزلته من على السطح كده وركنته يوم، انسي بقى، نسيت. بص تلاقي حاجه تيجي تعطلك، ما انتش فاضيه في حاجه شغلاكي، تبص تلاقي الغسيل واحد راح شد منه حته ولا حاجه عايز ياخدها يلبس يتشطف مثلا ويغير ولا حاجه، تبص تلاقي الغسيل كله راح كأنك جايباه من سوق الكانتو. يلا ربنا يدينا الصحة ويخلينا ويخليهم، ودايما كده نغسل لهم ودايما في الزيادة يا رب اللهم امين. عقبال كده لما اغسل لعيال محمد، ومش هقول عيال روبان، ربنا يسعدها ويهنيها في بيتها بقى وكده هي واختها واللي زيهم. لكن حمودي حبيب قلبي طبعا ربنا يبارك في عمره ويخليه، ده هو هيبقى ده البيت. كنت بقول له انت جايب بنطلون، الراجل ضحك عليهم، يديه بنطلون شتوي في الصيف وب400 جنيه. اقول له يا ابني والله شتوي، يقول لي لا والله يا ام صيف. قلت له يا ابني حرام عليك، ده الراجل ده ظلمك الله يسامحه، البنطلون تقيل، بنطلون قطن بس تقيل ونبو وبره خشنه من جوه. قلت له لا يا ابني والله العظيم البنطلون تقيل. طبعا انا مش باكل عنب كده يا جماعه، بس انا كنت بهزر. قلت له يا محمد صور عشان يعرفوا ان احنا عندنا عنب. بعد ما خلصت وطلع بقى عش الطيور، طلعت لقيت بعيد عنكم الفرخه دي زي ما انتم شايفينها كده، قلت احط لها شويه اكل معاكم، هحط لها قصدي شويه دواء عشان نبقى نتابعها مع بعض ونشوف. انا مسكت الفرخه لقيت بعيد عنكم جسمها مولع نار، عندها بصوا اعصابها متسيبه من كتر السخونيه اللي عندها. طبعا احنا الجو مولع نار وهي جسمها سخن، فاحنا لازم نديلها بقى ايه. انا رحت جبت حبايه بنادول، بنادول من بتاعنا دايما امي الله يديها الصحه ويشفيها، لما فرخه تتعب عندها ولا حاجه تيجي مديلها قرص بنادول او باراستامول وبتبقى كويسه. فانا هجرب، هي كده كده ما يعني ما فيهاش رجا. بصوا مريه يا لهوي، لو تمسكي دماغها تلاقي بعيد عنكم جسم دماغها نار يا عيني. بص حتى عينها مدمعه، بصوا عينها مدمعه ميه ازاي. بسم الله الشافي بسم الله الشافي، منقرها وهي كلها جسمها سخن. بسم الله الشافي. استنى اما انقل التليفون في ايدي الشمال. بسم الله الرحمن الرحيم. روان في الدرس واحنا بعد الساعة 5، احنا خلاص قربنا على المغرب اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت خايفة من عندك ريفو اخضر، لو انت خايفة من البنادول، لو عندك ريفو اخضر بلي قرص في شوية ميه بسكر وعليهم عصرة ليمونة وادهم لها. انا اديتها ده اهو. يا لهوي والله العظيم جسمها نار ايده، عايزة احميها خايفة احميها تموت. يا لا اله الا الله، اللهم عافينا واعف عنا يا رب. انا اديتها قرص باراستامول يا جماعة، قرص بنادول
وهديها يا حبيبتي. بص رجلها، بص رجلها سايبه ازاي، لا حول ولا قوه الا بالله. هسقيها بقى شويه ميه، وهي ما كلتش خالص اهي، حصلتها فاضيه. هجيب لها شويه رده من الطريه اللي انا عاملاها للبط ده، هو اضغطهم لها وهسيبها، وهحاول اشوف من هنا لبكره. اصل انا اديتها بنادول، يبقى اديها شويه ميه كمان عليه عشان ما يلزقش في حصلتها وخلاص. لا انا عايزه اديها حاجه، فهسقيها شويه ميه، وهديها شويه اي اكل تاكله يكون طري. هي بتبيض بس بعيد عنكم، نار قايده يا حبيبتي. هتابعها معاكم بكره اشوفها هي هتفضل على كده ولا هتموت، عشان لو جرالك عند لان عند مرات اخويا فراخها وبطها كله مات من اليومين الحر دول. فانا هشوف وهتابع معاكم. اتمنى الفيديو بتاعنا النهارده والروتين بتاعنا النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو والروتين بتاعنا النهارده اتمنى تدعموا الفيديو بلايك. والله ما حبيت اطلع اديها حاجه من غير ما اقول لكم، عشان اصورها معاكم علشان تستفيدوا. علشان لو انت عندك نفس الظروف تقومي بسرعة تجيبي شريط بنادول وتخليه عندك، لان الجو حر، والحرارة ديت مخلية الكبار والصغار بني ادمين واطفال وطيور وكل حاجة درجة حرارتها عالية. فربنا يلطف بينا يا رب. اتمنى متنسوش اللايك للفيديو دعما منكم لينا. بشكركم لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتت يا جماعة والله، ما لحقت حتى انزل، يا دوبك سقيتها بق مية، بصيت لقيتها بعيد عنكم بترفرف. الحمد لله، ربنا يستر بس ويعوض علينا ربنا، بس ربنا يستر وتعدي بديت، لان في حوالينا ناس كتير رمت فراخ كتير وبط كتير، فربنا يستر ويعديها على خير يا رب، اللهم امين.